جايلك بأكبر حزمة ملحقات لصناعة الفيديوهات والريل، انتقالات، مؤثرات، خطوط، أنيميشن، بريسيتس، أيقونات، ملحقات صور مصغرة، وكل ده مجانا. بس في ملحوظتين: أولا الملف عليه باسورد، فلازم تكمل الفيديو معايا للآخر عشان تعرف. ثانيا لازم تكمل الفيديو معايا برضو عشان في بعض الملحقات فيها محتاجة شرح عشان تقدر تستخدمها. ويلا بينا نبدأ في عرض الملحقات وشرحها. أول حاجة معانا في المكتبة هي الخطوط. هنا هتلاقي خطوط كتيرة جدا جدا ما بين عربي وما بين انجليزي. تلاقي خطوط مشهورة. نخش على الايكون. هنا ايكون اسهم، وهنا برضو اسهم، وهنا ايقونات متحركة، وهنا برضو في ايقونات تانية. م، ايقونات كتير. وهنا برضو هتلاقي مؤثرات اللي هي الفيجوال افكت. انتقالات كتير جدا. نيجي بقى للانتقالات بتاعت الافتر افكت. نقطع ده ونيجي نحط المشروع ده هنا كده، عبارة عن ترانزيشن. خلي ديفولت. نيجي مثلا عند ترانزيشن واحد، هتحط القط دي عند الانتقال اللي انت عاوز تعمله. تلاقي ظهرت عندك كده، بس عشان تبقى ترانزيشن فعلا لازم تروح على دي وتعلم عليها كده. كده هتبقى ترانزيشن عادي جدا. وفي هنا برضو ترانزيشن تاني. نيجي بقى للترانزيشن التاني، وهنا عندك هتلاقي ترانزيشن كتير جدا جدا جدا. كل واحدة فيها ترانزيشن كتير جدا جدا. وبرضه نفس الفكرة هتجيبها هنا. طيب كده اهو، تفعل دي. بس دي للفيديوهات الريل. دي كلها للفيديوهات الريل. طبعا انت فهمت الفكرة خلاص. انت كل اللي هتحطه بس هتحط ترانزيشن بالشكل ده. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده اللي هي محتاجة شرح برضو، وهي التكست انيميشن. وهتلاقي عندك هنا البريسيتس بتاعت الجلو تبع التكست كده. دي عبارة عن تكست انيميشن جاهزة. دي اللي هي بتكون موجودة في فيديوهات الترند اللي موجودة على التيك توك والحاجات دي. طبعا انت مثلا تدخل هنا، تك حرف اليو، هتلاقي فريمات ظهرت عندك عادي جدا. كل اللي عليك ممكن ان انت بس تغير التكست وخلاص، او ان انت تاخد كل ده كده تعلم عليه كده، وتيجي من فوق هنا على انيميشن، تعمل سيف انيميشن بريسيت، وتكتب مثلا ايه، تكست 22 او 26، اي اسم بقى. وتيجي مثلا تعمل تكست جديد، تكتب انيميشن. كبر التكست شوية. تمام. هتيجي هنا هتلاقي اللي انت حفظته موجود على يوزر بريسيتس، وهتكتب تكست 26. تمام. هي مش هتظهر معاك بنفس الانيميشن ده عشان حبة حاجات. اولا هتيجي على الانيميتر 1، تنزل هنا وتفتح الادفانسد، وهتغير الشيب لراوند رامب اب، وهتغير الانيميشن اللي تحت لرامب داون. تمام. تاني حاجة هتيجي هنا، هتيجي عند الانيميشن 1 بعد ما تعملها رامب اب، هتيجي هنا وهتعمل opacity، وهتنزلها لحد الصفر. وهتيجي هنا برضو على عند الانيميتر 2 وتعمل opacity وتخليها صفر.
تظهر معاك بالشكل ده كده. طبعا هتحط عليها ديب جلو، وهتلاقي البريسيتس موجودة عندك بالشكل ده كده، وطبعا تقدر تستخدمها. هنعيد تاني، كل اللي هنعمله هنضيف هنا بس opacity وهنخليها صفر. تمام. تاني حاجة هنفتح دي وهنخلي الشيب على رامب اب للانيميتور 1، ورامب داون للانيميتور 2. طيب، بالنسبة بقى للبيبر تكست دي عشان تستخدمها لازم تروح على ادوبي بريمير، وهتفتح الاسينشال جرافيك، ولو مش موجود عندك هتفتح ويندو على اسينشال جرافيك. ممكن ان انت مثلا تسحبها كده، تحطها هنا كده. يا رب الجهاز ما يعلق. تمام، هتلاقيها هنا. هنعمل مثلا سيكونس. الله يبارك لك كده، خليك معايا. ناخدها كده. هي البيبر انيميشن، وده اسم صاحب المجرد اللي انا جايبه من عنده، وهسيب لكم الموقع بتاعه برضه، هتلاقي عنده حاجات كتير حلوه. وعشان نعمل لها edit، هنيجي هنا عند بدل براوز، هنيجي عند edit وهنعلم عليها، وهنا هنغير الاسم. وهنا برضه موجود للصور، عشان تعمل نفس الفكرة في الصورة. كل اللي هتعمله عليك بس هتاخدها دراج اند دروب، بر ايمج، تيجي هنا تعملها امبورت اهي، تبقى معاك بالشكل ده. طبعا عشان تغير الصورة هتروح على نفس المكان edit، وهتيجي هنا وهتعمل replace from explorer، وتحط بقى الصورة اللي انت عاوزها، اي صورة. بس وهتلاقي عندك كمان الشخصيات المشهورة اللي هي بتاعت فيديوهات الريل تبع الانستجرام، ملحقات صور مصغرة على فكرة، ملحقات كتيرة جدا. كل اللي هتحتاجه للصورة المصورة هتلاقيه هنا. الملحقات دي مساحتها حوالي 14 جيجا، وللأسف كلها على لينك واحد. وبكده تكون حلقتنا انتهت، او الفيديو خلص. وحابب اقولك ان مفيش باسورد ولا حاجة، بس انا كنت حابب ان انت تكمل معايا الفيديو عشان تستفاد من الشرح بتاع الملحقات. السلام عليكم.